سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اربحوا اليوم نحضروا مع بعضنا هاد الجنحين المحمرين، جاو طايبين زبده. شوفوا كيفاش العظم راهو يطير وحده. تبعوا معايا الوصفه وطريقه التحضير. للتتبيله راح نحتاجوا حوالي 2 ملعقه كبيره زيت الزيتون، ولا تقدروا تستعملوا الزيت العادي. نزيد عليهم 2 ملعقه كبيره صويا صوص، الملح، الفلفل الاسود، توم بودر ولا توم مربي عادي، بابريكا مدخنه، ملعقه كبيره كيتشوب وملعقه كبيره عسل. هنا راح نضيفوا العسل باه يمد لنا هذيك التحميره المليحه. راح نخلط كلش مع بعض ونجيب الجنحين بعد ما كنت نظفتهم ونشفتهم مليح من الماء. قطعتهم، نفرغ عليهم التتبيله اللي حضرتها ونتبلهم مليح ونخليهم ساعه او ساعتين في الثلاجه. هنا ما تشوفوش الحجم تاع الجنحين، راهم هادو هما اللي متوفرين عندنا. ومن بعد راح نجيب بلاطو تاع الفرن اللي كنت حطيت فيه ورق الزبده، ونبدا نحط الجنحين بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الكميه، ونغطيهم بورق الزبده اللي كنت رنخته بشويه ماء. ورق زبدة فقط، ما نزيدش ورق الألمنيوم. وندخلهم فرن ساخن على 170 درجة من الأسفل. كي يحمروا ويطيبوا من الأسفل نحي لهم ورق الزبدة ونشعل عليهم من فوق حتى يحمروا مليح. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، جنحين محمرين بالتتبيله تاع الصويا صوص. الريحه راهي تشهي، جربوها مش راح تندموا. شوفوا كيفاش جاو محمرين. نتمنى تجربوها وخلوا لي رايكم في التعليقات. اذا اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا في القناه وبصحتكم.